السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورجعنا بفيديو جديد. قبل ما ابتدي فيديو النهارده ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة، تفعلي زرار الجرس، وكمان تعملي لايك للفيديو لو عجبك. بصوا بقى، الفيديو النهارده مميز قوي، وخصوصا اللي عندها اطفال او للست اللي بتبقى شغالة، فده حلو جدا. معايا هنا صدور فراخ، ولو مش عندك صدور فراخ عندك بانيه هنقول ماشي، ما عندكيش بانيه عندك اوراق مخليه برضو ماشي. اي حاجه موجوده عندك هيمشي حالها، مش هتقولك لا ابدا للوصفه. الوصفه دي سهله قوي، بس امشي على تكاتها بالظبط علشان تطلع معاكي حلوه ومتماسكه وطعمها يجنن. تكاتها صغيره وبسيطه جدا. اول حاجه انا حطيت البصله كبيره علشان تتفرم، وبعدين نزلت عليها بالفراخ بتاعتي. انا قطعتها عشان اساعد الكبه بس ان هي تفرمها. هحط بقى معلقتين دقيق ومعلقه بقسماط، ودي التكه الاولى. ليه دقيق وبقسماط مش دقيق بس؟ هقولكوا عشان يمتص السوائل اللي هتنزل من الفراخ والبصل. معايا بقى معلقه كبيره، معلقه وسط توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح وسنه قرفه. دي البهارات اللي انا بحبها، ما بحبش ازود بهارات عشان بتمرر الطعم. معايا بطاطسايه كبيره مسلوقه، ودي التكه التانية علشان تساعد الخليط اللي هو يتماسك وتعرفي تشكليه براحتك. هنا حطيتها معاهم، وبعدين هسيبها في الفريزر لمدة نص ساعة. في الفريزر لمدة نص ساعة، لو التلاجة هتبقى لمدة ساعة. فردتها وهبتدي احط بقى الكوباية كده عشان اقطع شكل الدوناتس بتاعتي. بصوا الدوناتس المفروض مفرغة في النص، فانا هعملها بغطا ازازة، غطا ازازة البيبسي. خلاص. لو عندك قطعة الدوناتس يبقى كان بها، ما عندكيش الجيش قالك اتصرفي، ما توقفيش اكلتك على حاجة. هقول لكم بقى، لو هتحفظوا الكميه في الفريزر تحفظوها من غير ما تحطوها في البقسماط. هتحطوها زي ما هي كده من غير بقسماط. الكرات اللي هي هنعملها كرات الدجاج المقرمشه، تعملي كره عاديه الحجم اللي انت عايزاه، وتفرغيه بابهامك لجوه كده شويه، وتحطي الموتزاريلا او الشيدر او النوع الجبنه اللي انت عايزاه، وتقفليها تاني. ده كوبايه لبن واتنين بيضه وفلفل، فلفل اسود وملح، وكمان هحط ربع معلقه خل. الخل دوت وهم عشان يضيع لك ريحه الزفاره بتاع البيض. وبعدين احطها في بقسماط وفيجيتار. ليه في بقسماط وفيجيتار؟ عشان يديكي كده الطبقه الكريسبي اللي بتبقى من بره. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. زيت غزير، وبعدين نزلت بقى فيه بالكرات بتاعتي وكم واحده من الدوناتس، وعملنا الغدا مع بعض بقى مكرونه مسلوقه، مكرونه بالصلصه. كان الغدا تحفه، سهله وبسيطه، وقعدت معايا كميه في الفريزر، كانت كميه كويسه. عايزه اقول لكم يا ريتني اقدر اسمعكم القرمشه اللي طلعت. عايزه اقول لكم القرمشه دي كانت يعني حته من قلبي. لو اولادك بيتعبوكي في الاكل هيحبوها جدا. تغيير وحاجه سهله وبسيطه، وتقريبا كل حاجه عندنا في البيت. بصوا بقى هوريكم المطه دي بتنزل قلبي على طول يا جماعه، قلبي على طول. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلي زرار الجرس، وكمان تعملي لايك للفيديو.